مين في هون؟ هذا أنا عبد الله. سألني عنك شكور آغا. شو قلت له؟ قلت له إني ما شفتك. تعال. حكيت له اللي صار بالغرفة، إنه زياد إجا والمحامي أحمد هرب. أنا ما قلت أي شيء يا آغا، إذا بدك أنت قل له. حلال عليك، ما في منك والله. لا تحكي شيء لحتى أنا أقول لك، لأنه أنا ما راح أحكي إلا إذا اضطريت. مثل ما بدك يا آغا. حلال عليك. وحش وحش. شكرا. على اساس رح تترك ملاطيا، شايفتك رجعت لها. شايفك انبسطتي بروحتي. لا ليش لانبسط يعني؟ شي حدا اتصل فيني يا بنتي؟ ايه روحتك ورجعتك نفس بعضهم، اللي بيسمعك بفكرك غبت كذا يوم يعني. مالك كتر حكي، في حدا اتصل ولا لا؟ ما حدا اتصل. ماما شوفي لي حظي انا كمان. المفروض رستم يكون اجا. وليد مانو بالفندق وتليفونه مسكر كمان. في شي غلط يا محمود. فندق ميليديا؟ معك محمود أوغلو. وصل السيد وليد لعندك؟ لا ما وصل. تمام شكرا لك. بس يوصل خبره اني دايت له. تكرم استاذ. إذا عرف محمود آغا إني دليته لزياد على وليد رح يخلص علي أكيد. إيه ولو بس كيف رح يعرف إذا زياد ما حكاله؟ أوف يا أوف أوف يا المستشفى الوطني، تفضل. فيني احكي مع طه بيك لو سمحت؟ طه في لك تليفون. ألو؟ ما تاكل هم بنوب. اسمعني منيح، كل شي تمام. تحضيرات جاهزة، عم تفهم علي؟ إيه أكيد. بس قول لراعي الولد إنه ما يتدخل بشي. وأكيد الكل لازم يحضر الطهور. أنا رح أمرق عليك. أنت خبر الراعي. تمام. وسلم لي على شعبان. وينك لهلا؟ يا أغا ما كان سهل علي دخلت المشفى. خير شو في؟ اللي حدشك بالموضوع؟ لا أبدا، اسمنا ما نذكر يا أغا. ما عم اقدر اوصل لوليد وتليفونه مطفي. مرقت ساعة وما في خبر. ما وصل؟ وليد 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 شو صار لك؟ وليد قل لي مين عمل فيك هيك؟ زياد لكان؟ شوف إذا عنده شي جرح. وليد اصحى يا وليد. زياد.
شو بعمل فيك؟ المحامي احمد طلع كذاب وعم يغدرنا، وحضرتك طلعت بتعرف كل هالشي وما عم تقول لي شي. بس يا أخا والله أنا ما سمحت له يمسك شي علينا. أنا حتى قدرت أقلب غدره وخيانته فينا لصالحنا نحن. وهي كل هالملفات شو عرفك انه احمد هاد ما رح يبيع على شي حدا؟ لك هي بتكفي لحتى تفضحنا ولا؟ لا تخاف يا أخي، ما عاد يقدر يبيع شيء، نحن تصرفنا معه. كيف؟ كيف يعني تصرفتوا معه؟ أنا سيف بظهرك يا أخي، وربيت لك هالخاين مثل ما بيستاهل. تركته يخلص عليه عبد الله بعد ما خلصت. عن جد عبد الله؟ إيه يا أخا أنا بصراحة ما قدرت إنه. شو عم تخبص ولا؟ انا فهمت، هالغبي ما قدر يقتله لاحمد. ليش ما قتلته؟ ها؟ يا أخا بالأول كان كل شيء تمام، أخذنا أحمد على الغرفة وغطينا راسه حتى إنه حبسناه جوا. إيه وبعدها فجأة نزل من السما كأنه عزرائيل، وما لقينا غير صار زياد واقف فوق راسنا وحبسني بالغرفة أنا محله. زياد الكلب. إيه يا أخا فتح الغاز وشغله فينا، ولو ما اجى سعيد وطلعني ما كان عبد الله قدامكم هلا. ولما اجى وفتح لنا سعيد الباب احمد فركه. لك شو بدي اعمل فيك يا حمار؟ ولك كان اهم شيء انه احمد يموت. راحت كل ثقتي فيك يا عبد الله، روح من خلقتي. بس يا اخا نلع ولك نلع، ما عاد بدي اشوف وشك هون. يلا اطلع. اخا اكلنا هوا يا سعدو. يا الله شو بدك تعمل بحالك يا عبد الله بعد هاللي صار هلا؟ شو اعمل؟ عبد الله اغا، لك كيف بدي صحح اللي صار هلا؟ شو صار كيف؟ معك؟ شكله شكور اغا وسعدو اغا بهدلوه. ولا انت شو دخلك؟ شو دخلك؟ بس فهمني شو دخلك؟ وانت شو دخلك؟ انت وياه شو دخلك؟ بس فهمني. عم يقول لك انه انخدع، طول بالك حكى لك علينا. شيء، اهدى يا حكى لي أغا، إلي اهدى. والحكي الي ما له. ايه سعدو، من كم سنة ما قعدنا قدام بعض هيك؟ معك حق، ما بتتذكر ايمت؟ نحن اخوة ما هيك؟ ليش ما كنا سند لبعض هيك طول عمرنا؟ لو كنت محلك بسأل حالي هالسؤال يا اخي. طيب شو رأيك نتساعد من اليوم ورايح؟ انا معك طول ما انت ما عم تتورط بالمشاكل.
لساتها ما عم ترد. إذا في حدا بيطالعنا من هي المصيبة فهي ريحان يا سعدو. وين ما كانت بدنا نلاقيها ونجيبها. ما كنت بتمنى نوصل لهون ونحتاج حدا، بس شوفت عينك مضطرين. إذا عطى أحمد الشغلات اللي بيعرفها لأي بني آدم، ريحان بتعلمنا كيف نرد عليه فوراً. هي بتعرف منيح بالقانون، رح تدلنا كيف نطلع من القصة. ايه طيب بس ما شفتها، لهيك لازم نفكر بحل تاني. أنت خايف تكون باعتنا ما هيك؟ أنت بتعرف ريحان يا سعدو ما رح تبيعنا. بس بتعرف ليش؟ لأنه هي شريكتنا بكل الشغل يلي مانو قانوني. ايه وين لكان؟ شو بيعرفني؟ يلي لازم نعمله هلا انه نطالع عبد الله برا الشغل لتهدى الامور. فكر بالموضوع. ايه فكرت. عم نشغله معنا من وقت طويل، اكيد تعب. مشان هيك بلش يخبص وما عم يعرف يتصرف. خلينا نعطيه اجازه، بركي بيرتاح. ونحن خلينا نشوف شغلنا. شكلك اكلتها يا عبد الله، هالوضع ما بيطمن بنوب، والله شكلها راحت عليك، الله اعلم شو هالحساب اللي عم يفكر لك فيه هلا. اي بابا ضربت ايدي مرة تانية. عملنا شوية تغييرات مشانك يا عبد الله. شو هالتغييرات يا اغا؟ قل لي عليها. من اليوم ورايح بتساعد زهور ونور. شو اللي عم تقوله يا اغا؟ مثل ما سمعت، روح ساعد نور يلا. البنت ضربت ايدها يلا. يا اغا يلا ولا حتى انت يا عبد الله ما خطر على بالك يعاقبك هيك؟ وقفي يا انسه، مو هيك بتنكسر هي. شوفي كيف بتمسكي وحده وحده، بتكمشيها منيح، بعدين بتكمشي الحجر هي. عم تضحكي؟ شو وجعتك كتير يا عبد الله؟ وقفي يا ربي دخيلك. لازمك مني شي يا ست؟
تستناك يا زياد، لهيك لا تتركها لحالها، لا تتركها لجوري يا زياد. زياد زياد، جوري عم تستناك يا زياد، لا تتركها لحالها يا زياد، لا تتركها لحالها يا زياد. زياد زياد، قوم فيق يا زياد ودير بالك، فكر بحال جوري، فكر بحالي أنا، رجع لعقلك يا زياد، فكر بجوري يا زياد، فكر بجوري يا زياد، يلا اصحى بقى. جايبت لك شغلة، هذا ذكرى إلك من عمك، بدي إياك تضل لابسه على طول. تحرك. تحرك تحرك ولا تعصبني. شو رأيك محمود؟ قراري لك. أنا برأيي خلونا نعطيه فرصة تانية. صار لك معي سنين، قل لي كيف قدرت تخوني بهي الطريقة؟ أنت شقفة واحد جبان، أنت بعتنا، ولك كيف بتبيعه لوليد؟ خلي هالكلب يكمل شغله مع زياد. سامع؟ شو رأيك رستم؟ شو عم تقول يا أغا؟ إذا بدكن إني خلص على زياد بقوصه هلأ. طيب لكان، أنت اللي رح تقرر إذا رح تعيش بعد هلأ، مصيرك بإيدك، وإذا فشلت اعتبر حالك ميت. يلا امشوا. يا أغا، أغا نتركه محمود؟ جيبوا له الكلب. جيبه. أغا تحرك تحرك ولا تعصبني. يلا 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 ولك امشي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين خيمة مهران آغا؟ شو معنك من هون؟ لا مو من هون. شو انت خاطف هالبنت؟ لا تكتر اسئلة، انت بس دلنا على خيمة مهران آغا. طيب حقوني لدلكن. يا مهران آغا، اجاك ضيوف غريبين عن الضيعة. انتوا من وين جايين يا ابني؟ أنا جايك بخدمة. تمام تمام. لا تفهمني غلط يا آغا، هاي خطيبتي وبالحلال، ما بقدر أتزوجها بسبب المصاري، نحن لهيك هربنا ومالي غيرك يا آغا. انت من وين جاي؟ من أي ضيعة جاي؟ أنا جاي من ضيعة أديمان، ونحن سمعنا عنك كتير، يا بتخلينا عندك يا إلنا دريجان وين؟ وانت قلت يا ابني بوشك على ضيعة دريجان لأنه ما في خطف عند مهران بنوب. بعرف يا آغا، ومالي حدا غيركن، وهي البنت حلالي. خلوا العروس تفوت. عائشة فوتية للعروس.
لازم نسأل عن الموضوع بالأول. خبروا أهلها لنشوف إذا هالحكي صح، وإذا حكيه صح شو ما كان المهر مندفعه. يا ابني يا مهران، ليش بتضل عم تعطي غيرك وما بتعطي حالك؟ لازمنا عروس بهالبيت كمان. بس يصير وقتها بتجي العروس. بعد ما طوس الرئيس كنت خايف، بس ما حدا دور علي. ايه، لانه ما في داعي يدوروا. انت كنت بالبرلمان وما حدا بيقدر يجي لعندك بدون اي دليل حاسم. وبما انه خلصنا شغلتنا ما رح يقدروا يلاقوا هالدليل. زياد فهم انه انت ما إلك علاقة، لهيك ما اجى لعندك. لازم ندير بالنا من هالعالم منيح، لانه ما اخذوا اللي بدهم اياه. عم يهجموا مثل القط المدعوس على دربه لياخذوا اللي بدهم اياه. لا تخاف يا اخي، وصيت الشباب وخليتهم يراقبوا كل خطوة بياخدوها. يا عيني عليك يا سعدو، ما كنت بعرفك قبضاي. لانه ما صح لك تعرف، انت عندك عبد الله. لا شو هالحكي هاد؟ عبد الله وين وانت وين؟ انت من لحمي ودمي. أنا ما عم فكر هلأ بالزواج. أنا بجيب العروس على خيمتي وقت اللي بدي، بس تعبي مكان غزل، وبدي إياها تكون أم للأولاد. نحن بدنا عروسة تفرح لنا قلبنا. قلت لهم دوروا على عروس، أعطيت دوري ليوسف. ما رح خلي يوسف بلا عروس لحاله. أنا عندي عروس مناسبة ليوسف. ومين هي بقى؟ سوزان أخته لزياد، ما في أنسب من سوزان. هيك رأيك؟ إذا في نصيب ليش لا يا مهران؟ ما فيني افتح هالسيرة مع زياد، لازم نروح على ديرجان. تمام، وأنا موافق. يوسف موافق؟ خلص خلي الموضوع علي. تفضل. اختي نامت؟ ايه. معلش ناديلها خليني اشوفها. شبك يا حبيبتي، تعي عدي جنبي. عادي هون. تفضلي وانت عدي. قليلي شو سبب كل هالدموع هاي؟ شو بدي اقول لك يا اخي؟ قليلي مين نزلك هالدموع من عيونك الحلوة لموت لك يا. انا اشتقت له لعرفات، يوم بعد يوم ابني عم يكبر بعيد عني. حقك تشتاقي له. انت بتعرفي انه سفرناه مشان مستقبله، وعرفات لازم يكمل دراسته، لازم يتعلم مشان ما يصير فيه مثلنا. ليكي كيف صار لنا سنين ونحن عم نغلط، خليه يتعلم الصح وينبهنا وقت الغلط. بس انا كنت متمنية انه اكون جنبه وهو عم يتعلم. اب ما عنده، لازم تكون امه جنبه. والله فكرة حلوة، وليش لا؟ خلينا نستأجر بيت بالمدينة، صح هيلين؟ اصبري علي شوي. ايه والله فهمان عليك. في بينك وبين زياد صحبة سنين ومثل أخوك. انتوا الاثنين قربتوا عشيرتين كبار من بعضهم، ولنعمق علاقاتنا خلي يصير في بيناتنا قرابة. شايف لك الكل موافق على الموضوع، لهيك توكلوا على الله. هاي لقينا العروس، ورح نسأل ابننا يوسف عن رأيه كمان. طبعا، ونحن كمان لازم نسأل سوزان مو بس زياد. هذا هو اللي مخوفني. كيف بدي احط عيني بعينه اذا صار مشاكل؟ بالنسبة إلي زياد أهم شيء، وما فيكن تسألوه ليوسف. هو وسوزان مثل الإخوة. خلي لي يوسف علي. نحن منقنعه ليوسف. طيب مو لازم نسمع رأيه؟ ابن حلال والله، ليكو يوسف اجا.
السلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف تعال معي شوي. هلأ مو هي سيارة مهران؟ بلا هي. شو عم يعمل هون بهالوقت؟ خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نورتنا، تفضلوا على الخيمة. اجت سيارة مهران واللي نزلوا منها هنن قرايبينه. ليش ما اجوا على خيمتنا؟ شو سبب زيارتهم؟ شو ما كان السبب، نحن لازم نستقبل كل ضيوفنا. زياد مهران بعيد يا زياد، جايين مشان سوزان. اتركوا سوزان بحالها يا زياد. شو اللي عم تحكيه؟ شو بدهم هن من سوزان؟ دلال بتعرف، دلال بتحس، دلال بتسمع، ومهران بعيد عن سوزان. سوزان حظها أسود. اتركوا سوزان بحالها، اتركوا سوزان بحالها. والله ما عم بفهم عليها شو عم تقصد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا فيك. المعلم زهران بيكون عمو لمهران. تشرفت فيكن. نحن اجينا حتى نتعرف عليكم ونتقرب من بعض، ونحن عيلته لمهران. وإذا ما كان في عندكم مانع، نحن اجينا لهون عنا طلب. الموضوع هو مهران ونحن قررنا إنه نفرح، وبدنا نفرح مع بعضنا من بعد وفاة مرته المرحومة هازال. لهيك نحن هون لنطلب العروس. مهران بده يخطب لأخوه يوسف من عندكم، إذا ما عندكم مانع. وعلى سنة الله ورسوله اجينا نطلب إيد سوزان لتكون عروسته لابننا الصغير يوسف. خلي عنكن علم انه اهل درجان ما بيفرقوا حالهم عن اهل وعيلة مهران لو مهما صار. بس طلبكن انتو بصراحة غريب شوي،
لو طلبكن صبية صغيرة كنا قررنا وبدون ما نفكر قلنا ايه. بس سوزان بتكون كنة الحاج علي، وبتكون أخت زياد آغا، وهي أرملة. يعني هي بنت أخوه للحاج وهي أرملة ابنه كمان. فهمتوا كيف؟ والقرار مو نحن اللي مناخده، ومو من حقنا نقرر بهالموضوع أبدا. ولازم ناخد رأي علي شير كمان. شو رأيك أنت؟ أنا مالي قرار بهالموضوع، الرأي هو رأي سوزان. مو بس سوزان، حتى لازم تاخذوا رأي زياد كمان. معناها رح روح أحكي مع زياد وبعدها منقرر شو منعمل. أنا يأست من هالمحامين يسعدوا. لا عم نوصل لأحمد ولا لريحان. ها شفت؟ ريحان عم ترن. وأخيراً وينك يا ريحان؟ ما تدق لهون. أنا تركت ملاطية ورحت، ووقفت هالشغل كمان. تليفوني ما عاد رح يشتغل. إذا سمعت إني قتلت حالي فأنت السبب. بالله ممنوع تروحي على محل، فهمتي؟ الله يلعنها، سكرت الخط بوشي. شو قالت؟ قالت بدها تروح وما رح اسمح لها. إن الرقم المطلوب مغلق أو خود بقى، سكرت تليفونها. رجعت دقت، ليك تحايل عليها. هذا أحمد. أحمد؟ شو بده؟ ولا أحمد؟ وين رحت يا عديم الشرف؟ أنا رجعت من الموت يا شكور، وعدوك زياد هو يلي أنقذني. تعال بسرعة، لا تسكر، ما صفينا حساباتنا، ما تروح على محل. أنا كل أسرارك نسيتها، اتركني روح. هذا سكر بوشي كمان. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. شو يلي عم يصير معي؟ وثقت بالمحامي أحمد وغدر فيني، وهي الثانية ريحان ليكا كمان تركتني. شو هادو له؟ وقلت لهم هذا اللي صار يا زياد. شوفك. شكرا كتير لك. تعي عدي معي يا اختي. عدي هون. أنا بعرف أختي، بعرفك منيح، وما في عروس بضيعة تدريجان كلها أحلى منك. رح قلك الحكي اللي عم يصير، ما بدنا تضل العالم عم تحكي. يا مننهي القصة بأرضها، يا أما منعطيهم جوابنا للجماعة. الموضوع بخصك، وأنا رح قلك بشو عم فكر، مع إني ما كتير مرتاح. القصة وما فيها إنه عيلة أخي مهران جايين وطالبين إيدك، وصعب علي أعطيهم الجواب من عندي. حملوا حالهم وإجوا لعنا ودقوا بابنا، وبرأيي يا منسكر الباب على الأخير أو منخليه مفتوح. أنت صغيرة وما رح قلك تعيشي على ذكرى بيت عمك. عرفات قد حاله مثل أبوه. إذا أنت يا أختي خايفة على عرفات، لازم تعرفي إنه عرفات مو لحاله، هذا ابننا كلنا. هيك خلصت حكيك؟ ايه خلصت، وعم بسمعك. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.